اليوم غادي نكتشفوا علاش بعض الزيجات المغربية كتنهار بسرعة كبيرة. تخيلوا العرس كله فرح وأمل وتتبخر كل شي في غضون شهور. كيفاش ممكن هاد الشي؟ الشعبية في بعض الجار يلا نفرحوا الليلة، دار العرس معمرة، السير والفرحة جو وقلوب مصبرة. الليلة شي في حالين غادي ننسى همين، الله يتمم بخير. السنوات الأخيرة معدلات الطلاق في المغرب كتطلع بشكل مقلق. الأرقام المسجلة كتشير أن النسبة وصلت ل 43% في 2022، وعدد الملفات كيقدر ب 55 ألف حالة سنة 2023 بزيادة مستمرة. عادي تخيلوا حفل زفاف مفعم بالفرح والأمل وكيطيح في غضون أشهر. كيفاش ممكن حاجة مقدسة ومتجذرة في الثقافة المغربية تنهار بهذه السرعة؟ باش نفهموا هذه الظاهرة خاصنا نشوفوها من الجانب الاجتماعي والنفسي. فنسبة كبيرة من الحالات الطلاق كيوقع حتى قبل ما يكمل العام الأول من الزواج. هذا الشيء مرتبط بعدة عوامل: ضعف التواصل، ضغط العائلة، والتوقعات غير الواقعية اللي الضغط الاجتماعي، توقعات العائلة، وديما الناس كتسعى تلبي التوقعات كلها كتأثر على الزواج. الاختلاف في الطبقات الاجتماعية، الضغوط المادية، وحتى الحلم بالزواج المثالي كلها عوامل. صورة الطموحات الفردية، الاختلاف في القيم، التواصل المحدود، كل هذا شيء كيقدر يخلق مشاكل بسرعة. هذا أحمد وفاطمة كانوا متفائلين في الأول، ولكن الاختلافات الصغيرة أدت إلى أزمة. ما بقيتيش كتسمعي لي يا فاطمة؟ كنسمع لك غير ما كتفهمش شنو كنحس. نحاول والله نحاول. المحاولة ما بقاتش كافية. ما بغيتش نفقدك وانا ما بغيتش نحس بوحدي. والتوتر النفسي، قلة الصراحة في التواصل، وحتى الضغوط اليومية تزيد في تسرع الفشل. طريق المقارنة مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإنستغرام والفيسبوك تخلق ضغطا إضافيا على الزواج، مما يسبب في الانهيار النفسي. على وعي التواصل، الصراحة والاحترام المتبادل بين الزوجين يمكن أن ينقذ الزواج من الانهيار المبكر ويعطي قيمة للحياة بالتفاهم. الزواج راه ماشي غير فرحة نهار، راه رحلة طويلة بالصبر والتفاهم والثقة المتبادلة. كيقدر يتحول من حلم هش إلى قصة استقرار وحياة عامرة بالمدة.